هذول 5 كاميرات تاعاتي، كل كاميرا بتحكي قصة. ب5 كاميرات حطمها الاحتلال برصاصه على مدار 7 سنوات، وبعد أن تمكن مخرج الفيلم من تصوير 700 ساعة تصوير، تأهل الفيلم الفلسطيني 5 كاميرات مكسورة للمنافسة يوم السبت القادم على جائزة الأوسكار العالمية عن فئة الأفلام الوثائقية. عماد برناط مخرج الفيلم يروي قصة عائلته وأصدقائه وتحديدا طفله جبريل وهو يواكب بناء الجدار والمستوطنات في قريتهم بالعين. سيشاهد ملايين البشر وبلغة عالمية حكاية المقاومة الشعبية الفلسطينية. احنا صورنا عشان نورجي الناس شو بصير معنا، عشان يجوا يضمنعنا، عشان الجيش سرقوا أراضينا ونورجي شو قاعد بصير معنا. مخرج الفيلم والذي لم يدرس يوما لا التصوير ولا الإخراج لم يتخيل يوما أن كاميراته البسيطة ستجعله يحصد أكثر من 30 جائزة عالمية. وقدر يوصل رسالة للشعوب الغربية في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من الدول، وبيسمعوا أخبار مشوهة عن الفلسطينيين وصورة مشوهة، وهذا الفيلم يعني بيقدر يوصلهم الحقيقة. وقد انتهى اللغط حول كون الفيلم إسرائيليا لأن مساعد المخرج هو متضامن إسرائيلي، هذا وقد أشاد النقاد بالفيلم الذي أنتج في فرنسا. إنه فيلم محبوك حبكة فنية جيدة ويحتوي على مضامين وخط درامي جيد باعتقادي أهله للوصول إلى الأوسكار. ومن جهة أخرى وصول الفلسطينيين إلى الأوسكار عبر هذا الفيلم الوثائقي بعد وصولهم لمرة سابقة عبر فيلم هاني أبو أسعد إنجاز مهم. فالفيلم يعد المحاولة الثانية للفلسطينيين داخل أروقة مقر جائزة الأوسكار. قد يتحول الحلم إلى حقيقة وتنتقل هذه القرية التي تعد نموذجا للمقاومة الشعبية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، ويمكن لهذا الحلم أن يوقظ ضمير الإنسان العالمي المغيب.